السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وتنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن حال وتستمتعوا به. وتنرحب بكم كيف العادة في قناتكم خبز وزيتون، وتنتمنى منكم تشجيع كبير، وما تنسوناش في لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينة وبالاشتراك في القناة باش نزيدوا للامام ان شاء الله. ندوزو على بركة الله الفيديو ديال اليوم ونشوفوا الوصفة وطريقة التحضير ديالها، ونبداو بسم الله بالمكونات اللي غنحتاجو. عندنا هنا كيلو ديال كاوكاو مقشر ومنقي مغسول ومنشف اللي غادي ناخدوه وندوزوه في الزيت. في الاول تنحطوه في الزيت بارد نحمروه فيه. اللي بغى يحمروه في الفران يحمروه، انا شخصيا تنفضل واخا ماشي صحيه ولكن المذاق تيكون هكا مختلف على ديال الفران. تنحمروه في الزيت تيكون في هذا اللون هذا، حيت باقي غادي يطلع فيه اللون من بعد. صافي تنحيدوه وها هي النتيجه ديالو ملي يبرد. تيتحمر في هذا الشكل هذا. غنضيف عليه مكونات اخرى اللي غادي نطحنوه. غنحتاج معاه 2 معالق او 3 ديال القرفه. انا تنكثر من القرفه ومن النافع باش نتغلب على المذاق ديال الكاوكاو. وهنايا عندي الروح ديال الزهر، وعندي شويه المسكه حره، وعندنا النافع انا تندير 3 أو 4 المعالق منه. وعندي هنا 200 غرام ديال السكر. كيلو ديال الكاوكاو درت معاه 200 غرام ديال السكر. وعندي هنا 3 المعالق ديال الحليب المركز، يبقى اختياري. هذا تيزيدو اللذة وتيكون معلك. هنجمع هاد المكونات كامله نطحنهم وغادي نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا النتيجه النهائيه. مع هاد المكونات تنضيفوا الزبده تنديرها الذوب. كيف تنسميوها؟ زبده نوازيط. الذوب حتى ما تيبقاش فيها السائل ديال الحليب اللي فيها، وتنستعملها معاه حسب الاحتياج. 4 معالق هكاك هما اللي تنستعمل. طحنا كاوكاو وتنشوفوا دابا النتيجه كيفاش تكون. هي هادي. بعد طحنات تنطحنهم عاديين، وبعد منهم تنطحنهم حتى تيخرج الزيت ديالو. تيولي عندنا كريمي. دابا صافي غادي نحطوه وغادي ناخدو الا عندنا ورقه البستيله تنستعملوها. هذه الزبده ذوبتها، ومن طبيعه الحال ما غاديش ناخد الحليب اللي فيها لتحت، غناخد غير الماده الدسمه ديالها. وعندنا ورقه الفيلو. انا استعملت ورقه الفيلو، هي تتقطع شويه وتتكون تتعذب في الخدمه، ماشي بحال ورقه البستيله، ولكن اللي متوفر تنستعملوه وتنخدموا به. تندهنوا الورقه ديالنا تندهنوها بديك الزبده مذوبه، وغادي ناخذوا الحشوه نحربلوها. وغادي نوضعوها على الطول ديال الورقه ديالنا او العرض ديال الورقه ديالنا، ونلفوها بهذه الطريقه هذه. تنلفوها بشكل دائري. المهم تنغلفوا هذيك الحشوه ديالنا مزيان. هنا
هنايا انا عيني ميزاني تنلف على حسابي. الا كانت عندي الورقه مقطعه تنزيد لفه اخرى باش نغطي هذيك القطعه اللي كاينه في الورقه، وتنبقى مستمره هكا. تنحطهم في الطاوه، ملي تنحربلهم وتنلويهم تنحطهم في الطاوه نستفهم. وهنايا ما كاين مشكل الا حطيناهم لاصقين مع بعضياتهم. من بعد ما تنوضعوهم في الطاوه اللي غادي تدخل الفرن، تنقطعوهم بالموس بحال هكا. تناخدو العبار بصبعنا، انا هنا درت 3 الصبع، وتيبقى الحاجه ما نتوما والرغبه ديالكم. تبقى مستمرين هكا حتى تنقطعوهم كاملين في نفس العبار تقريبا نقولوا. ومن بعد تندخلوهم للفران، تندهنهم بشويه الزبده من الفوق وتندخلهم للفران ونخليهم تيتحمروا، وغادي نخرجوهم باش نعسلوهم. وهذه هي النتيجة النهائية ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم، او الوصفة ديالنا اليوم، اللي كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في التعاليق ديال الفيديو ان شاء الله. وتنقول لكم جزاكم الله خيرا على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.